السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين، وكل سنة وانتم طيبين يا رب، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير. أنا النهاردة طالعة مش عشان أعمل فيديو خالص، والله مش طالعة عشان الفيديو ده خالص. أنا بس قلت أسلي نفسي معاكم كده. هو أنا النهاردة إن شاء الله طالعة عشان بس أدعي لإخواتنا في دول الخليج. بس أنا طالعة عشان أدعي لهم، بس إن هم ربنا ينصرهم يا رب على أعداء الإسلام، ويسترها معاهم، ويحمي بلادهم ويحميهم ويحمي أولادهم، ويسترها معاكم يا رب، وينصركم على من يعاديكم. يعني أنا لما سمعت اللي حصلان في دول الخليج، أول ما صحيت الصبح الناس كانت عمالة تتكلم في الشوارع وأنا بجيب الخضار من السوق. فبصراحة اتضايقت لأن إخواتنا في الخليج دول ناس أمراء، وناس يتشالوا على الراس، ناس أهل كرم، ناس عارفة في الأصول. ربنا ينصركم يا رب، وينصركم على مين يعاديكم، ويسترها معاكم، ويسترها على بلادكم، ويحميكم يا رب. أنا كنت رايحة السوق النهاردة أشتري شوية الخضار اللي شايفينه، اللي بجنيان على بطاطس على فلفل، عشان قلت هعمل النهاردة على الفطار شوية مسقعة للعيال. يعني حاجة كده تشبعهم وتملى بطونهم، وفي نفس الوقت يعني أي حاجة نقضوا بيها اليوم، والحمد لله رب العالمين. بس والله يعني السبب الرئيسي إن أنا عملت الفيديو ده، يعني عشان ما تقوليش بس الفيديو ده ولا بتاع، لا، أنا السبب الرئيسي اللي خلاني أعمل الفيديو ده إن أنا أطلع أدعيلكم، بس لأن انتوا ناس تستاهلوا كل الخير. انتوا ناس أهل كرم وأهل جود، ناس يعني أنا أقول له يعني مش لاقي وصف أقوله والله. كل اللي أقدر أقوله إن ربنا يحمي بلادكم، وربنا يحميكم ويحفظكم ويحمي أولادكم، وينصر بلادكم يا رب، وتقفوا العدو الإسلام وتقفوا ضده، وإن شاء الله ربنا ينصركم عليهم نصر عزيز مقتدر. ربنا يحميكم ويحمي بلادكم يا رب. أنا مش لاقية كلام أقوله لكم غير إن أنا متضايقة عليكم، وكنت بس أنا عاملة الفيديو عشان أطلع أدعي لكم وأطمن عليكم بس. يا ريت بالله عليكم تطمنوني عليكم في التعليقات، بس أنا عايزة أطمن عليكم، لأني أنا قلبي ويعني من ساعة ما سمعت إن بيقولوا في ضرب في بلاد الخليج ودول الخليج، وأنا اتضايقت واتخنقت. يعني سامعة الناس في الشوارع عمالين يتكلموا، فيعني بصراحة انتوا ناس ما تستاهلوش غير كل خير، ما تستاهلوش حاجة غير ان انتوا بس ربنا يحفظ بلادكم ويحميها، وتستاهلوا كل الخير يا رب اللي في الدنيا والآخرة. ربنا يا رب يحفظكم ويحفظ بلادنا وبلادكم من كل شر يا رب، ومن كل سوء، وينصرنا على أي عدو يا رب. الله ينصركم يا رب، الله ينصركم، الله يحميكم، الله يحفظكم، الله ينصركم على مين يعاديكم. انا ما حبيتش اطول الفيديو عليكم، وانا قلت أو بس اصور الفيديو كده عشان اتكلم معاكم بس، مش اكتر والله. فانا ما حبيتش ان انا اطول الفيديو. فانا الخضار يعني قطعته وخلصته يعني بعد ما فصلت الفيديو، وعشان بس انا مش طالعة عشان اعمل فيديو، انا طالعة عشانكم انتوا النهاردة، طالعة عشان بس ادعي لكم واطمن عليكم. عارفين يا حبايبي، انا اللي بيحصل ده مشبهني بحاجة والله، يعني خلتني فعلا أحس إن هي شبهتني في حاجة هقولها لكم دلوقتي. لما يكون شخص عايز يحتل بلد، وعايز ياخدها غصب عن أهلها، والبلد دي مش بتاعته وما تخصهوش، بس هو بياخدها بالجوة وبالغصب لدرجة إن ممكن يموت أهلها. شبهني بحكايتي بالظبط، والله بالظبط. يعني فكرتني بحكايتي بالظبط، ان انا كان ليا حج والطمع فيه، وطمعوا فيه، واتاخد غصب عني، واتاخد مني، اتسلب مني بالجوة والقهر والغصب، وطلعت من مكاني، واتقال لي كلام يعني مش عايزة افتكره ولا عايزة اقوله. انا مش عارفة الناس دي بتحل نفسها ازاي حاجة زي دي، ازاي بيحللوا على نفسهم
حاجة حرام مش بتاعتهم، سواء ورث، فلوس، حج، بلاد، أي حاجة، كله تشبيه واحد يعني. بس أرجع وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هو القادر المتصرف في أمور عباده، إحنا ملناش تصرف في حاجة. فأنتوا يا حبايبي يا إخواتي من جميع دول الخليج، إن شاء الله ربنا هينصركم على أي معتدي طمعان في حق مش حقه. ربنا ينصركم بإذن الله ويحميكم ويحفظ بلادكم يا رب يا رب، آمين يا رب العالمين. أنا بدعي لكم وأنا صايمة، وربنا يتقبل مني دعائي، لأن أنا يعني يكفي دعواتكم الحلوة اللي بتدعوها لي في التعليقات، وإحساسكم بيا وبوضعي، يعني عندي دي كبيرة قوي يعني. فربنا يا رب ينصركم إن شاء الله، ونسمع عنكم سمع خير وكل خير يا رب. أنا بعد ما قطعت الخضار وخلصت يعني البتنجان والفلفل والبطاطس، فصلت خدت شوية بطاطس كده من اللي قطعتهم دول، هتشوفوهم دلوقتي حبايبي، عشان أقليهم للعيال الصغيرة، لأن عندي أنا الولدين الصغيرين يعني ما بياكلوش في المسقعة خالص. اهم دول شوية البطاطس دول أنا قسمت منهم شوية للمسقعة وشوية للعيال الصغيرة أقليهم لهم على الفطار. هم فاطرين بس ما بياكلوش والله، يعني مش الأكل اللي في بالكم، يعني حاجات بسيطة وبيقعدوا زينا لغاية المغرب. فقلت أقليهم لهم وياكلوهم معانا، لأن هم مش بياكلوا في المسقعة، فحرام إن هم يقوموا جعانين. والحمد لله رب العالمين يا رب.